يا الليلة جيتك يا مان عرفتها. الليلة ده يا صاحبي الشغلة دي شكلك كاتمة يا مان. هاي كشف اسمع. اي اخاني الفاتت انا كنت بس بتمرن التراك الجاي جهز لك تلج في جرة بيتنا حامي في لولا ناري ليريك سلامي انا اناني بخنق الرحاين قبل ما تخر قدامي اخوك في الامرؤ نوقي بسكر دق النقص حطب ديل اقوى من خشب لو تلفونك اندرب تراك ده عامل فيه الشرك قول بالله يا شفت مرات ما نفسي بشتبك انت بتخلق ولا بتصنع بشر اصلا الخلقه من رب العالمين يعني شوف الحاجه الثانيه الدارفور دي عامه نسبه 90% ناس اتبلد زيادة طلعت في ناس اشتغلت ورميش اشتغلت درداقات وخيره فاهم الشغل هي ذاته ما يبدو كل عشان الناس تعيش حياتها انا المفترض ما برد لك يا مان لكن قلت بجي بتمرن فيك شويه عشان بترن بيك لساني يا خروف يا أتوت يا اللي بتشبح البنوت نحن خبش وعنكبوت نجبك الكلام قيود تناخص نسطفوك نشطفوك نحمموك نحشر ليك كاوت تاني ما تعود تمشي نوم في بيت أبوك أخواتك بفتشوك لو زعلان بحنسوك بدلقوك يا ميدو يا ميدو يا ميدو اي معاك شخصية منغولي بيحانك تشرب بولي تاخد بلوك في قولي عشان تاني ما تحبشوني كشف الحيوان ده كشف الخبز ديل كشف الشنادة ماكس مستكين قاعد أعبي في البنزين ديل عمرات منفسنين بندي بنسلين أخوك زكي عامل ترانك قول له مسترمان داقنا كلاش سكاد مدي حتة بتلقاني يا مان مدي حتة بتلقاني يا مان لسه اسمع كشف الحيوان ده كشف الخبز ديل كشف الشنين ده وينو امسكوا جيبوا فتفتوا جيبوا بوشنا فتفتوا زمان اسكن نرجعوه خلاص قفلنا فيه شنو خلاص قفلنا فيه شنو انت عارف شنو انا التراك ده كاتبها ب 20 دقيقة يا مان عرفتها هذا حاجة بسيطة يا مان عرفتها المرة الجاية انا كمان كنت ما دار لكن المشكلة ما عندي موضوع عشان كده قلت يا مان كده خلينا نجي نتمرن فيك شوية بتاع قفل